على بركه الله. لو قلت لك ان انا لو اديت لك حبه قرنفل او حبه حبهان وقلت لك ان كل يوم لو عملت بيها الشاي او حطيتها على لسانك هتبقى ليها مفعول السحر، هتحسن لك المود، هتحسن لك ضغطك، هتحسن لك السكر، وكمان هتحسن لك الحرق، هل هتصدقني؟ الاجابه كل الناس هتصدق اللي انا بقوله، وفي ناس ممكن تروح تعمل اللي انا بقوله ده من غير ما تفكر. وزي ما اتفقنا وتعودنا مع بعض يا جماعه، بعد اذنكم اي حد يقول اي كلمه وخصوصا لو تكون مرتبطه بالصحه وحاجه مرتبطه بصحتنا وصحه اولادنا، نمشي نعرف مصادر الحاجه دي. حتى لو دكتور، حتى لو شفت شهادته المعتمده، برضو اسال ورا منه واسال كذا حد، وما تسالش جوجل كمان، اسال ناس موثوق فيها. عشان اللي احنا بنقوله او ناس كتير بتقوله وبتاكل على قفا الناس عيش، زي ما بنقول عندنا في مصر كده، اللي هو النصب باسم الطب وباسم ان في ناس عيانه بتبقى بتتشعلق في امل او في امل دايب زي ما بيقولوا، او امل زايف. ناس كتير قوي بتجري ورا الوهم ده. تعالوا كده نبسطها ونعرف يعني ايه الكلام ده كله. اولا حبه القرنفل، انا هتكلم بس كمثال، حبه القرنفل او مسمار القرنفل او حبه الحبهان او الهيل زي ما بيقولوا عليها في الخليج، بيبقى فيها ماده فعاله فعلا وبيبقى ليها اثار صحيه واثار طبيه حلوه قوي. بس المشكله ان الماده دي بيكون عشان جسمك يستفيد بيها ليها ميزان او ليها نسبه. يعني احنا لو قلنا ان كل جرام من الماده الفعاله اللي بتبقى جوه العشبه دي، كل